أول متحف خاص بالتاريخ الإسلامي في العالم، وأكبر متحف للآثار الإسلامية. بيضم مجموعة مميزة من الآثار زي أقدم مصحف موجود في مصر. كمان هتشوف باب المسجد اللي صنعه رجل يهودي، كنز زينب خاتون وكل الفلوس اللي موجودة فيه، وعملات من كل الدول الإسلامية عبر العصور. وطبعا القميص السحري اللي كلنا شفناه في فيلم الفيل الأزرق، وغيرهم كتير وكتير، لأن المتحف بيضم ما يزيد عن 100,000 قطعة أثرية. وهو متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق في وسط القاهرة، المبنى اللي هيبهرنا بوجهته العريضة وزخارفه الإسلامية المميزة، واللي تم افتتاحه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني 1903. لو ما زرتهوش فمستني ايه علشان تزوره؟ ولو زرته فانت اكيد محتاج تزوره تاني وتالت وعاشر علشان تملي عينيك بكل تفاصيل الفن الإسلامي. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. اكتبولي في الكومنتس لو حابين نتكلم عن أهم محتويات المتحف في الفيديوهات الجاية. دي كانت حكاية متحف الفن الإسلامي، نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.